رفع المحروقات في مصر الأخيرة، وتعليق رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح وهو مع قيادات في البلد والوزراء ورئيس الوزراء. الراجل طلع بكل صراحة وقال: يا جماعة دي حلولنا، ما عندناش حلول تانية، واللي عنده حلول يقولها. طلع النهاردة سويرس قال له الحل بسيط جدا: اشتغل على الطاقة المتجددة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وعندنا ظروف مصر الاتنين موجودين لكن بنشتغلش عليهم. وقال له كمان الصناعات اللي هي الثقيلة فقط تشتغل بالغاز، وليس كل الصناعات تشتغل بالغاز، وتجديد شبكة الكهرباء. عندنا يا جماعة أكتر من 40% نسبة مهدرة للكهرباء بسبب عدم تجديد شبكات الكهرباء. يا ريت حد يوصل الناس صوت الناس اللي بتفهم، والناس اللي هي فعلا كوادر وخبراء في الاقتصاد لحكومتنا الجليلة. ويا ريت نشتغل على الكفاءات فعلا وليس الناس المواليين. البلد محتاجة كفاءات يا جماعة وخبراء، مش ناس موالية وهزين رؤوس. الله المستعان.